المنهج القرقوري في الهروب من البؤس. اسمع كده واستنى احكي لك الحكايه. نعم تمام. تفضل. ولك الفضل والله يا اخي. هذا انا نتكلم عن الموضوع الكره، ولكن من جانب اخر لو سمحت. تفضل اعطيني رايك الساعه في بدايه في مباراه فريقك، فريق بلدك الجزائر امام الارجنتين. والله صدقني من اعماق قلبي اتمنى له ولكل المنتخبات الخساره والخروج من الدور الاول. الخساره يعني المباراه المتبقيه والخروج من الدور الاول. يا رجل صلي على النبي، لماذا هذا؟ لماذا هذه القسوه؟ ليش قلبك مليان حقد يا اخي؟ اخواننا يقتلون ونحن نشطح ونلعب في يعني شكرا لك عبد الله. اعذرني لا استطيع الاستمرار معك. شكرا لك، اشكرك. يعني هذا يسموه الاسقاط. اخواننا يقتلون يا راجل، يعني نحن قوم نرقص ونغني ونقاتل. شو المشكله يعني؟ نعم علينا ان نقف مع اهلنا في غزه ومع اهلنا في كل مكان، يعني مع اهلنا في السودان ومع اهلنا في اليمن، لكن لا يعني ان لا نلتفت الى مسابقه دوليه في الرياضه. هذا المنطق الغريب العجيب اللي هو لا يقدم ولا يؤخر. يعني انت منطقك هذا، هل قدمت شيء لغزه؟ لم تقدم شيء. فالقصه ما تدار الامور بهذه الطريقه. اديله يا صالح ان نعتزل العالم حتى نقدم شيء لغزه؟ لا، عبله واديله يا صالح. دول محنونا، غزه تتضرب يجي لنا. انت فايق وغزه بتتضرب، انت بتنشر بوستات وغزه بتتضرب، انت بتتكلم يا اخوانا سامحينا يا غزه. طلعت مظاهره؟ طيب طلع مظاهره واحده في ال3 سنين اللي فاتوا قالت السيسي عدو الله، مش نتنياهو، لا السيسي. سامح. رحنا حفله صديقي ايوب التجاني قدم حفله وراجل بيغني عبد الحليم وبيغني حتى غنى لعبد الوهاب الدكالي وغنى لعبد الهادي بالخياط، وفنان جميل انا بحبه. اروح جمعيه مراكش بتعمل حفلات، فاروح اتفرج عليه في مراكش، فنشرت فيديو له وهو بيغني. النوعيه النتنه دي، نتن ده المسلم النتن والوطني النتن، نتن. انتم تفرحون وترقصون في مملكه ما اعرفش ايه، اخواننا يموتوا في غزه، تاني يوم عنده مهرجان عنبه للفن عادي، فيش مشكله يعني. انما انتوا يلا دي فرق بتاكل وتشرب عيش، وفي مطربين وفنانين بياكلوا عيش، ومسرح بيتكري بياكل عيش، وفي سياحه ناس جايه ما عندهاش مشكله. انه هو قال لك نرقص ونقاتل، ايه المشكله؟ ايام الغزوات ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين حياتهم ولا كانوا بيموتوا عشان في غزوه طالعه؟ ومع ان جيوشهم واولادهم بيحاربوا بالسيوف، يعني 50-50، يا يرجع يا ما يرجعش، وبيعيشوا حياتهم وبيرجعوا يعيشوا حياتهم وعايشين حياتهم ومفيش مشكله. يعني من قال ان حتى طيب انت بقى عملت ايه يا جزائري؟ بعت لهم باكيه حليب واحده؟ بعتنا قافله العار اللي رايحه تكتشف حدود اسرائيل وتسقط السيسي. بعت لهم ايه؟ رئيسك وقف يقول لو الحدود مفتوحه كنا الجيش عنده ما يدير، الحدود مفتوحه بقى لها سنه. بعت لهم باكيه حليب، الانتخابات عدت، خلاص نجح في الانتخابات، ان شاء الله الانتخابات الجايه بنبكي ونتصعبن. انت عملت ايه يا جزائري؟ بعت لهم حتى مساعدات من الجمعيات الخيريه اللي عندك؟ مفيش غير جمعيه البركه راحت تديهم الغذاء مقابل السكيميكي 3 ايام كمان يا ايوب. الجنس مقابل كرتونه المساعدات. اكتب جمعيه البركه في غزه واسمع الفلسطينيين بيقولوا ايه. انت عملت ايه الا المزايده؟ قالوا نتين يجي الزايد عليك. عملت لها ايه يا ابن الصايع؟ تاجرت طول عمرك انت وصياعك كلهم بالقضيه والكوفيه، عملت لها ايه؟ ولا حاجه. اكتر من اساء للقضيه الفلسطينيه هو انت، اكتر من حرض في عرفات. لو قبل حل الدولتين في 67 في 77 كان انتهت القضيه، وزمان عندك دوله اسمها فلسطين لا جيش ونبقى نحارب الباقي. انما وقفوا يطنطنوا عرفات وياخدوا عرفات ويضحكوا عليه ويرفض يا الكل يا لا. طب خدت ايه؟ بنطالب دلوقتي باللي كان متاح في 77 حل الدولتين مش عارفين ناخده. استفدت ايه؟ عملت ايه؟ ولا حاجه. شعارات والمتاجره بالقضيه والترقيص والنتانه. نتن المطبعين. المروك جاب اسرائيل على حدودنا. فين الاسرائيل اللي جت على حدودنا؟
عمل لك ايه المغرب؟ ما عملكش حاجه، كذب كذب. عمل لك ايه؟ واذا جاب اسرائيل على حدودها عملت لك ايه؟ انت عملت للمغرب اسوأ مما فعلت اسرائيل معانا. 3 حروب وتشويه سمعه ومؤامرات وارهاب و500 مليار دولار قالها، مليون دولار قالها عبد الملك سلال قدام المحكمه وبولوزاريو. انت فعلت اسوأ مما فعلت اسرائيل في المغرب. ده يا حق الله طردت المغاربه يوم العيد الاضحى، ما يعملهاش مجوسي، ما يعملهاش بوذي على غير الملل والديانات، الا الشعارات والنعارات. واتمنى كل الفرق تخسر. ليه يا اخويا؟ غزه اخويا، فلسطين. قال له سير يلعن والديك الكلب، بلدك عملت ايه لفلسطين؟ سيبنا بقى، سيبنا بقى، كفايه بقى، كفايه بقى. طيب انتوا عارفين تحبوا حد، حبوا الناس. طيب وحد المسلمين، رئيسك معادي محيطه، معادي المغرب، ما رحت قلت لرئيسك عيب، معادي مالي، معادي كانت تشاد والنيجر، ومعادي ليبيا، ومعادي الدنيا، ومعادي الامارات، ومعادي الدنيا كلها، وقاعد عامل زي البغل النجس، ما كاين غير العض والرفس. رحت قلت له عيب، حشومه، خاوه، فتنه، نوحد عشان رحت قلت حاجه؟ لا. يحيى يا عم ذنبون، يحيى يا عم شنجريح. كفايه نتانه بقى، انضفوا بقى. المزايده والعنتري قال له ما اقدرش اكمل قطع عليه. قال له سير يلعن والديك الكلب. هم كده، ما تعرفش تناقشه، ما تاخدش منه جمله، ما تاخدش منه فكره، ما تاخدش منه رؤيه، لا فلاحوا لا صنعوا. يا اخي طب انفع المسلمين بانك تبقى كويس، انت تبقى كويس. ده انت مسوق صوره المسلمين والعرب في اوروبا وفي العالم. ده انت ما سوقش صوره المسلمين وخلانا منبوذين في اوروبا العرب جميعا الا انت. يا كل سجون اوروبا فيها جزائريين ونانوات وعطايين، 3 ايام كمان يا ايوب، وعطايين وفي كل كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه ولا ما كايناش؟ مين دي؟ انتوا صوره عرب ومسلمين عار. في لندن شوف، اقرا الصحافه، فرنسا، في ايطاليا، في اسبانيا، في البرتغال، اقرا الخريان وفويره، عار. اي اسلام فلسطين، اتمنى كله يخسر ويطلع. يا اختي حلوه، يا اختي على اسلامك الجميل. وكانوا برضو يمسكونا، يلاقوا مهرجان، يلاقوا حفل، انتم ترقصونا. عادي جدا، من زمان. المهاجرين طلعوا قبلوا الرسول بالاغاني في المدينه المنوره، قبلوا الرسول بالاغاني وبالبندير وطلع البدر علينا. مال ده مال ده. من قال لك ان لازم نلبس اسود وعمم سودة ونعيش في السواد وفي التقاش؟ مين قال لك كده ان ده هو هيفيد الاسلام؟ مش هيفيده في حاجه. الاسلام اننا نعيش وننتج ونتحضر ونتقدم ونبقى قوه ونبقى متحدين ونبقى متحابين ونبقى متاخين ونبقى متفائلين ونبقى حاجات تانية خالص غير اللي انت كاريه، كراهيه، كله يخسر، كله الجزائري لا يربح لا يربح لا يخلي الناس تربح. قالها جزائري وصدق. الجزائري كده، لا يربح لا يربح لا يخلي الناس تربح. الاشكال دي اصبحت بشم ريحه وحشه لما اسمعه، والله بشم ريحه وحشه لما اسمعه ولا اشوفه. بغيض كريه. ايه يا راجل ده؟ ويتمنى الكل يخرج، واتمنى. قال له ايه الكراهيه دي؟ ايه الكراهيه دي؟ وده منهم، ده جزائري زيهم. ايه الكراهيه دي يا راجل؟ اقطع، ما اقدرش اكمل، اقطع فعلا والله. ما تقدر تسمع، خلاص النغمه، خلاص المزايده دي، المزايده جاء العرب على الطين، عاش فلسطين. قال ايه يا عم؟ انا الشرف، انا المسلم بس، المصريين يهود، المغاربه يهود، التوانسه يهود، انا المسلم بس، انا العربي بس، انا الشريف بس، انا المجاهد بس، انا الوطني بس. ايه يا عم على ابوك الكلام؟ انت جربوع، انت قرقور، انت الخريان وفير، انت ما تسوى ما تصلح، انت منبوذ في الارض، انت احد خلق الله. انت لا صنعت لا فلاحت لا قريت لا علمت لا بنيت لا دلت والو يا ابو شركه بلدنا القطريه جايبها تعمل لك حليب. انت ايه؟ انت ولا حاجه. خلاص كفايه بقى، خلاص عارف الناس. حتى بني جلدتك اهو جزائري ما قدرش يستحمل انك اقطع على جد اقطع، هو الكل يخسر، الكل كريه، كائن كتله كراهيه، كتله ريحه وحشه. ليه يا عم؟ فلسطين والاسلام، يلعن ابوك الكلب. ده انتوا اكتر شعب بيربط. اسلام ايه بس؟ ده انت اكتر شعب مستهلك للكحول. انت اكتر شعب في سجون اوروبا. انت اكتر حراميه، اكتر عطايين. 3 ايام يا ايوب. فهمت واله؟ بس دي الحكايه. نشوفكم على خير.